السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. يبقى نشوف الفيديو بتاعنا النهاردة، جامد جدا، احلى وليمة ممكن تعمليها وفي اسرع وقت. عايزة اقولك فعلا حاجة كده، يعني مش هتاخد منك ولا وقت ولا مجهود، وكمان هتطلعي حاجة يعني اسفة فاخر من الاخر. تعالوا بس نبدأ كده ونقول بسم الله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله. لايك بقى وشير وسبسكرايب للقناة. الاول طبعا بنضف الخضار زي ما انتم شايفين كده واديته غسلة حلوة. بعد كده عايزة الاول هفرم البصل لوحده، وهقول لكم ليه دلوقتي. مش هفرمه مع الطماطم. فمعايا كام بصلايه كده على حسب بقى التتبيله اللي انت عايزاها او كميه اللحمه اللي عندك اللي انت هتتبليها. فانا هستخدم تقريبا نقول 3 4 بصلات كده. وهقول لكم عملت ايه تاني في الاخر. قطعت كام قرن من الفلفل. يفضل طبعا ما يبقاش كله حامي علشان الموضوع ما يبقاش اوفر، يعني لو حابه ان انت تحطي قرن واحد حامي مفيش مشكله. انا برضو عملت كده، يعني حطيت قرن واحد حامي والباقي كله بارد. فرمت البصل، بصوا فرم يعني جبت من الاخر، فرمته ناعم جدا. عملت ايه علشان عايزة المية بتاعته، وهاخد برضو التفل بتاعه هنستخدمه في حاجة تانية. هقول لكم هنعمل بيه ايه دلوقتي. هنا اخدت مية البصل. طبعا انا وانا بفرم في الكبة ضفت معلقة ملح بس علشان انزل اكبر كمية مية موجودة في البصل. طيب ما هنا انا هضيف الطماطم برضو هفرمها. طب ما كنتش حطيت الطماطم على البصل وما وجعتيش دماغ نفسك. هقول لكم ليه انا ما ضفتش الاتنين على بعض دلوقتي. هفرم بقى برضو الطماطم علشان هاخد المية بتاعتها برضو نفس ما عملت كده في البصل بالظبط. يعني هاخد عصير الطماطم هصفيه كده على البصل، ما ضفتش عليها مية ولا اي حاجة. ممكن تضيفي هنا خل لو عايزة تنزلي كمية مية اكتر من الطماطم، فممكن تضيفي خل. احنا كده كده هنضيف خل في التتبيلة بتاعتنا، فممكن نضيف خل مع الطماطم عشان ينزل كمية اكبر. بس طبعا دي كلها هتبقى مع البصل دلوقتي، بصي ولا يهمك اي حاجة. طبعا الطماطم ما فيهاش ولا نقطة مية، يعني معمولة كده من غير ما احط عليها مية. في كام قرن فلفل كده سلام انا عايزاهم في التتبيلة بتاعتنا. هنا بقى نحط التوابل بتاعتنا اللي هي فلفل اسود وكزبرة ناشفة وملح. هروح اجيب بقى بقية التوابل المهم من كل حتة شوية. هنا بقى هحط دي بهارات لحمة. وكمان لو عندك بقى حبهان مطحون تمام. انا هنا حطيت كوبيبه صيني مطحونه، ودي انا بستخدمها بدل جوز الطيب. فهنا كمان استخدمت حبهان، بس يا ريت يفضل يعني ان هو يكون مطحون، بس انا ما عنديش مطحون فحطيت كام فص كده، وحطيت ورق لوري وعود من القرفه. وحطيت هنا زيت وخل، وهحط معلقة عسل كده. ودي التتبيلة بتاعتنا. ممكن بقى تتبلي بيها فراخ، بس طبعا هنستبدل بهارات اللحمة ممكن بقى بهارات فراخ او جنزبيل وقرفة. فبتبقى حلوة برضو جدا مع الفراخ، يعني نفس التتبيلة كده ممكن نعملها للفراخ. بس زي ما قلت لك ممكن نستبدل بس شويه توابل. تمام كده. هنا بقى انتوا زي ما بتشوفوني على طول بقطع لها بصل وطماطم حلقات كده، وبتبل اللحمه الشرايح اللي عندي. انا هنا عندي فليتو، وعندي كمان روز بيف. تمام. وعندي كمان مكعبات لحمه فليتو انا عايزه اعملها كباب. تمام كده. فقلت بقى بدل ما اتبل كل حاجه لوحدها، لا هتبلهم كلهم. طب انا عايزه شرايح من البصل والطماطم، بحب ان انا اعملها كده بتكون حلوة جدا، بتتشوي مع اللحمة فبتدي اللحمة طراوة كمان وبتخليها تحفة. والبصل والطماطم دول بيتاكلوا كده مشويين بيبقوا طعمهم جميل جدا. فانا هقطع برضو شوية كده وهقلبهم معاهم شرايح من البصل والطماطم والفلفل. تمام. وحطيتهم في التلاجة. طيب ده البصل اللي انا طلعته، او تفل البصل اللي احنا طلعناه في الاول. عملت فيه ايه؟ على ما ظبطت اللحمة وجبت اللحمة وحضرته كده، طبعا ما ينفعش اسيب البصل كده، حطيت بس عليه معلقة فلفل اسود وملح وقلبته. هنا بقى نحط التوابل بتاعتنا اللي هي برضو حطيت فلفل اسود وكزبرة ناشفة وبهارات لحمة وكبوبة صيني مطحونة، وطبعا الملح. حطيت تقريبا نفس التوابل اللي احنا حطيناها على على اللحمه والكباب. تمام كده. هنفضل بقى ندعك كده في اللحمه ونعجن فيها. بصوا بقى، هنا لو عندك اللحمه حمرا قوي فممكن نبشر عليها حته كده قطعه من اللي هي الضاني او الدهن العادي بتاع اللي هو البقري ده. ف بس بصراحة اللحمة كانت عندي سمينة قوي، او كانت فيها نسبة دهون عالية، فعشان كده ما حطيتش فيها المرة دي. بصوا انا بوريكم، فضلت اعجن فيها لحد بصوا ما خليت اللحمة تعمل خيوط كده، وده المطلوب. لو حتى هتشويها على الفحم
ده المطلوب. وبعد كده حطيت بقى كل حاجة في التلاجة وسبتهم يرتاحوا شوية. طبعا اللحمة انا تبلتها والكفتة وسبتهم تقريبا، يعني كده ما بدأتش في الاكل اللي بعديها يعني 3 ساعات كده تقريبا، يعني سبتهم ونزلت كمان السوق ورجعت. وبعد كده هبدأ بقى ان انا يعني اكمل بقية الشغل. فاهمين قصدي؟ مش عارفة انا عطلت في النص ولا ايه اللي بيحصل. فهنا هنعصج لحمة معايا، تقريبا ربع كيلو من اللحمة، وفرمنا بصل ناعم برضو وعليه فلفل اخضر واحمر زي ما انتوا شايفين كده. وحطيتش الاول معلقتين زيت وهسيبهم على النار كده لحد ما يسخنوا. وبعد كده ننزل باللحمة بقى والتوابل بتاعتنا. هنا حطيت فلفل اسود، وحطيت حطيت ايه بهارات لحمة وملح بس، ولا اكتر ولا اقل. حابة بقى تزودي اي توابل انتي بتحبيها مفيش مشكلة خالص. هنا بقى نيجي للرز. انا سبت اللحمة هنا حطيتها على عين تانية وسبتها تتعصج. هنعمل الرز بطريقة حلوة قوي وسهلة، وطبعا يعني ايه مفيش اطعم من كده. رز المشاوي بص، هو في الاول وفي الاخر بيبقى لونه اصفر، بس ليه كذا طريقة. يعني هو في الاول وفي الاخر بيبقى بالكركم بس، ممكن بقى يعني تظبطي فيه كذا حاجة. يعني ممكن نعمله سادة خالص من غير اي حاجة، يا دوبك هتشوحيه مع التوابل اللي احنا حطيناها. ممكن نعمله بالبصل والجزر والفلفل، برضو بيديله طعم حلو. ممكن نعمله بالخضار زي البسله والجزر وكده. هنا الاول بقى هقول لكم انا حطيت ايه. حطيت بصلايه، وحطيت ورق لوري وكبيبه صيني وحبهان والليمون اللي هو المجفف وعود من القرفه وفصين من المستكه، كل ده مع فلفل الوان. وفضلت اشوح فيهم شويه كده لحد ما خرجوا كل الميه اللي فيهم. بعد كده ضفت الرز زي ما شفتوا وحطيت عليه الكركم والملح، وهنديله بقى تشويحه حلوه كده. كل ما هتشوحي الرز كل ما هيطلع معاكي مفلفل ومش معجن، وبتكون نتيجته احسن. فاصبري عليه شويه. هنا زودت شويه كركم ومكعب مرقه. طبعا الكركم بيكون على حسب بقى نوع الكركم عندك بيدي لون قد ايه، فانتي بتشوفي كده اللون المظبوط عندك وبتوقفي على كده. تمام. خلاص كده ضفت له الميه بتاعته، هسيبه لحد ما يتشرب. وبعد كده نرجع له تاني بقى، نهدي عليه النار بعد ما يتشرب ونسيبه يستوي. هنا بقى عندي بتنجانية كده مقلبظة، فقلت احطها كمان تتشوي جنبي. قطعت هنا مكعبات من الفلفل الاخضر. للاسف ما عنديش فلفل الوان وما لقيتش يعني. انا كنت خرجت السوق وجيت ويعني جبت شويه حاجات كده وشويه طلبات، فما لقيتش يعني لاني اصلا طالعه متاخر، فما لقيتش فلفل الوان بصراحه. فقلت يعني ايه، الجيش قال لك اتصرف، فهنعمل ايه، مش لازم الوان يعني، خلينا في الاخضر. حطيت بقى فلفل اخضر وكمان معاه بصل كده زي ما انتم شايفين البصل بقى اللي على اللحمه اللي انا باخد منها دي. قطعت هنا حلقات ومن البصل وحلقات من الطماطم وحلقات من الفلفل علشان نشويها في الاخر مع اللحمه. تمام كده. وطبعا هنا بقى ايه، ولا هنستخدم شوايه ولا فحم، لاني يعني عايزه اقول لكم بقى ايه، كيلو الفحم بقى غالي فاحنا بنوفر. طبعا الموضوع مش كده، بس يعني احنا بنسهل على نفسنا بدل الدخانة والحاجات دي، وهناخد برضو طعم الشوي الحلو جدا، وهتطلع الحاجة معانا نتيجتها زي الفل. فهنا بقى ايه، هنوفر على نفسنا بصراحة وقت ومجهود. هنا بقى هعمل ايه، هصبع الكفتة. انا طبعا خلصت الشيش كله او الكباب، يعني خلصت كله زي ما انتوا شايفين كده. وهبدأ بقى ان انا اصبع الكفتة كده زي ما انتوا شايفين، يعني ايه هجهز كل حاجتي جنبي. والرز على النار. ولسه طبعا في حاجات تانية، اوعوا تروحوا في اي حتة، حطي لايك واستني، احنا لسه عملنا حاجة؟ ده احنا لسه كده بنقول يا هادي. هنا بقى صبعت الكفتة والكباب، وعندي اللحمة محطوطة في التتبيلة اهي. آم، طلعت بقى الجريل كده، هسيبه يسخن على ما اعمل اسمها ايه يا جماعه، الطحينه. هنا بقى الطحينه حطيت شويه كده من الطحينه، عليهم علبه من الزبادي. ونبدأ بقى نضيف المكونات بتاعتنا اللي هي خل وشوية كده من الكمون. حابة بقى تحطي شطة، عيشي حياتك، دي حاجة ترجعلك. هقلب بقى كله زي ما انتوا شايفين كده. وهاخد شوية مية صغيرين، شوية صغيرين خالص، يعني بصوا اقل من ربع كوباية عشان تبقى تفضل تقيلة زي ما هي. خلاص هو ده القوام اللي انا عايزاه، لاني لسه هحطها في التلاجة شوية، فهيكون الموضوع ايه، تقل معايا شويه. هنا بقى جبت البتنجانه اللي انا كنت بشويها، البتنجانه هي المقلباظه دي. فعملت فيها ايه، فتحتها بصوا اول ما اتشوت
بفتحها واعصر عليها ليمون على طول. هنا بقى كنت دقه توم، اخدت منها شويه توم كده. بصوا انا قلت لشهد بصراحه دقي لي توم وفلفل، فهي تقريبا استسهلت ودقيت لي توم بس. هحط شويه من الطحينه اللي انا عملتها علشان انا نسيت اسيب شويه طحينه للبتنجان، فعادي جدا يعني هنتصرف برضو. اوعي توقفي نفسك على حاجه، احنا شغالين. هنا بقى معايا كزبره خضراء وشبت وهقطعهم كده. طيب عشان ما دقتش فلفل اخضر مع التوم فهحط شطه حمراء. تمام، حطيت خل وشويه بقى حلوين كده من الكمون والملح. نظبط بقى توابلنا، حابه تحطي شطه زي ما انا هحط كده براحتك خالص. حطيت كمان شطه، هريسه شطه اللي هي الحمراء، الفلفل اللي هو المفروم ده. وهنقلب بقى برضو البابا غنوج بتاعنا التحفه ده، عايزه اقول لكم والله طعمه في منتهى الروعه. يعني انا بالنسبه لي ده افضل يعني افضل حاجه ممكن يعني اكل واشبع منها اكتر من اللحمه كمان. فهنحطه في التلاجة جنب اخواته، ونرجع بقى نشوف الجريل بتاعنا علشان بيستغيث بيقول لي حرام عليكي سايباني ليه. فهنا هنعمل ايه، هنحط بس يعني يا دوبك كده كل واحده معلقه زيت. ونيجي بقى هنا للحاجات بتاعتنا. طبعا حطيت يعني 2 جريل، مش عارفه اقولها مع بعض. المهم هما 2 جريل علشان اخلص بسرعه. تمام كده. حطيت بقى الكباب زي ما انتم شايفين كده. هقطع بس حته كده من الخشبه دي علشان يعني نعرف ندخلها في الجريل. طبعا لازم يكون على نار عاليه، دي اهم حاجه. اوعي تحطي كده كميه على نار هاديه. اهم حاجة تكون الجريل عندنا سخنة علشان اللحمة ما تنزلش ميتها وتغلبك بقى في التسوية وتنشف منك والكلام ده كله. لا، احنا هنستخدم الاول على نار عالية كده زي ما انتم شايفين، ندي اللحمة بتاعتنا صدمة. بصوا يعني يا دوبك انا بس رصيتهم هتلاقوها اخدت لون كده من الجنب اللي انا حطيت عليه. تمام، الموضوع سهل خالص ومتقلقيش، يعني الموضوع بجد سهل. واهم حاجة بقى في الموضوع ده كله يا جماعة، عشان بس في ناس كتيرة قوي قوي بتشتكي من حكاية المشاوي دي، اهم حاجة قطعيات اللحمة. عشان بس نبقى متفقين، ما تجيبيش حتة لحمة ما بتستويش اصلا الا لما تاخد وقت في التسوية وتقولي لي هشويها على الجريل وما استوتش مني والكلام ده كله. لا، اهم حاجة قطعية اللحمة. انا هنا مستخدمه الفيليتو، ودي طبعا ما بتاخدش سوا خالص، يعني بصوا اقل من دقيقتين على النار هتبقى تمام وزي الفل. مستخدمه الروز بيف زي ما انتم شايفين يعني. بصوا القطع الصغيره اللي هي في الجريل مش عارف اللي هو بالايد الذهبي دي، اللي هو شرايح اللحمه، يعني القطع الصغيره دي من الفيليتو. القطع الطويله قوي دي من الروز بيف. تمام، فالاتنين بيستووا حلو قوي، شايفين ما شاء الله، واللمعه بتاعتها تحفه والشوي بتاعها جميل جدا. انا عايزه اقطعها لكم بس كانت سخنه مولعه. والله اتلسعت فعلا. الحمد لله. بصوا بقى، اهم حاجه بقى زي ما انتوا شفتوا تنظيف الطاسه او الجريل اللي بتشوي فيه. على فكره ما عندكيش جريل عادي جدا اشوي في طاسه، يعني مش هتقولك لا، اي طاسه عندك تيفال ما بتلزقش والكلام ده كله اشوي فيها. اشوي فيها ما تقلقيش خالص، مش لازم الجريل المخطط والكلام ده كله. ده لعبانات زي ما بنقول. هنا بقى حطيت غيرها، بس اهم حاجة ننضف الطاسة بتاعتنا او الجريل. تمام، هنا بقى الكباب. بصوا انا الكباب بقى عملت فيه ايه عشان اتاكد ان هو استوى، مع ان احنا قلنا الفيليتو ما بياخدش وقت في التسويه. حطيت له ربع كوبايه ميه وغطيت عليه. تمام، ربع كوبايه ميه مش اكتر من كده يا جماعه، لان هو ما بياخدش تسويه. ربع كوبايه ميه غطيت عليه بس دقيقتين، وبعد كده زي ما شفتوا كده النتيجه بتاعته. تمام، انا هنا كنت رايحه اعمل الجلاش، وبعدين ايه قلت اطلع الكباب الاول عشان يعني هو خلاص جاب اخره واستوى وبقى زي الفل، فعشان ما ينشفش مني هطلعه وبعد كده ارجع للجلاش تاني. تمام كده. طلعت بقى ده، هحط مكانه الكفته. بس نضفت برضو الجريل زي ما قلت لكم، بس على فكرة نضفته وسبت الدهون فيه، يعني شلت بس الحاجات الرواسب. طبعا مكان ما التتبيلة بتنزل والتوابل والحاجات دي بتعمل سمار كده في الجريل، فانا شلتها استغنيت عنها خالص وسبت الدهون اللي كانت نازلة من الكباب كلها. هنا بقى هنحط الكفتة بتاعتنا، وبرضو بصي ممكن تحطيها بقى في الفرن، يعني لو انت حابة ان انت تحطيها في الفرن مفيش مشكلة. بصوا بقى هنا عملت ايه، جبت نص يعني لفة الجلاش، حطيت سمنة بس من تحت في الصينية، نص لفة الجلاش. وبعد كده جبنا اللحمة اللي احنا عصجناها معانا في الفيديو هنا، وبعد كده هنفرد بقى اللحمة بتاعتنا ونحط نص كمية الجلاش التانية. في اسهل من كده؟
والله ما في اسهل من كده، اسرع طريقة جلاش ممكن تعمليها. المرة دي مش هنعملها وش بيتزا، مش هنعمل فيها حشوات مختلفة، الجلاش الطبيعي او البلدي بتاعنا بقى اللي احنا متعودين عليه من ايام ستي وستك اللي ماما بتعمله لنا دايما. فاحنا ما ايه مش هنفتكس فيه النهارده، هنعمله بالطريقة العادية او التقليدية بتاعتنا اللي هي ما فيهاش اي حاجة. هنا بقى هقطع الجلاش بتاعنا على حسب بقى ما انت عايزة تقطعي ايه، مثلثات، مربعات، عيشي حياتك بقى. بس انا لقيت دي ناشفه لاني بصراحه كنت مشغله المروحه، البوتاجاز شغال والفرن كمان كنت مشغلاه يسخن. الموضوع كان صعب، كان فرادة خالص في الحر ده، فقلت ايه لا ما انا ما اقفش كده من غير مروحه يعني. هل يجوز؟ لا يجوز. فهنا عملت ايه، حطيت نص كوبايه سمنه، فمشغله المروحه عشان كده نشفت لي حته من وش الجلاش. حطيت نص كوبايه سمنه وعليها بضايه وفلفل وملح، هنقلب كده. وبعد كده بقى انا طبعا مدفيه السمنه عشان بس ايه ما تكتلش مني. هحط كمان كوبايه من اللبن. بصوا انا بعمل بالبركه بصراحه، بس انا بقولك مقدار الصينيه دي كوبايه لبن نص كوبايه سمنه. بس هنا بقى في حاجه انا نسيت احط، انا حاطه بيضايه، نسيت احط معلقه بيكنج باودر، وهي بصراحه بتخلي الموضوع هش كده وحلو. بس لو نسيتيها عادي جدا على فكره، مفيش مشكله يعني، احنا كنا طول عمرنا بنعمله من غير بيكنج باودر وكان الموضوع بيبقى زي الفل. المهم نرجع بقى لمرجوعنا تاني، اللي هو ايه، لازم نفتح كده في الجلاش وندخل التشريبة بتاعتنا علشان نضمن ان هي نزلت لكل الجلاش بتاعنا ونزلت كده في القاع، ويبقى اخد من التشريبة من تحت ومن فوق ويطلع كله مستوي بما اننا مش دهنين ورقة ورقة. تمام، لازم تتأكدي من الحوار ده كويس جدا. هنا بقى عملت ايه، خلاص شكرا على كده، حطيت شلت بقى الكفتة بتاعتنا واللحمة وكله، وطبعا بغطيها عشان تفضل سخنة. وهقول لكم عملت فيها ايه دلوقتي عشان تفضل سخنه لان انا كنت لسه الجلاش في الفرن ولسه هعمل حاجه كمان معاكم. جينا بقى للجريل، نفس الجريل هو بصوا بذات نفسه. عملنا ايه، هناخد البصل اللي احنا مقطعينه شرايح والطماطم والفلفل، والفلفل اللي هو السليم ده، وهنحمرهم كده نديهم بس ايه صدمة على النار. هما بياخدوش وقت خالص على فكرة، يعني بالظبط 3 4 دقايق ولا اقل كمان من 3 4 دقايق. بصوا يعني تقلبتين كده على النار، تدبلي الموضوع ده، وبعد كده تنزلي بيهم على اللحمه وال عايزه اقولك بقى بيطروا اللحمه وبيخلوها تحفه. طيب احنا عاملين لحمة مشوية، هل ينفع ان احنا نعمل لحمة مشوية من غير طعم الفحم؟ لا طبعا. فاحنا حطينا حتة فحم، شفتوا التوفير، احسن ما تجيبي لك 2 كيلو فحم بقى وتقعدي تشوي وتدخني والكلام ده كله. دينا عملنا ايه، حطينا حتة فحم بس. والله عايزة اقول لكم ان الشوي ليه متعة تانية، يعني تقعدي بقى تهوي كده وروحك تطلع بس احنا الدنيا حر فما قدرتش بصراحة، فقلت خلينا كده على البوتاجاز خففي خفافي يعني. فحطيت فيها حتة فحم وقفلتها كده زي ما شفتوا، بس اكيد يعني هتطلع بطعم الفحم، ما تقلقيش، حاجات مجربة والدنيا زي الفل. حطيت بقى هنا ايه الشوربة بتاعتنا او مية ومرقة زي ما بتستعملي، وحطيت عليها معلقة توم. واول ما غلت معايا نزلت بالملوخيه بتاعتنا الخضراء اللي انا ما بستغناش عنها معايا خالص، يعني طول الصيف دي بتهيالي عشقي الاول والاخير. هعمل ايه بقى، حطيت الطشه بتاعتنا اللي هي معلقه سمنه بلدي، وعليها معلقه توم كده مفروم، معلقه توم مفروم حلوه كده، ومعلقه كزبره. بس مش بنحط الكزبره في الاول، يعني بنحطها اول ما تحسي ان التوم خلاص قرب يعني نشف الميه اللي فيه وهياخد لون خلاص. بصي بقى التقليب بتاع الملوخيه ده بيخلي لك الملوخيه تبقى فيها عرق كده وتتقل معاكي طول ما انتي بتقلبيها. تمام، ما بتسيبهاش تغلي على النار يا دوبك، بس يعني حسيتي ان هي هتبدا تغلي بتشيليها من على النار على طول. هنطفي عليها طبعا النار، ونزلنا بالطشه بتاعتنا. وانا ما بقولش حاجه، ما بقولش حاجه والله، ولا اي حاجه، انا بسمي الله وبحط الطشه على طول. مش بشهق يعني ولا اي حاجه، لاني حسيت بصراحه ان هي ما بتعملش اي حاجه نشهق ونتعب قلبنا على الفاضي، والله ما بتعمل اي حاجه. سمي الله، ما فيش احسن من تسميه الله، ان انت يعني تقولي بسم الله على الحاجه دي بتطلع، بس دي كفيله تطلع لك اي حاجه في الدنيا زي العسل. هنا بقى نقطع الجلاش بتاعنا، طبعا غرفت السلطات والطحينه يعني كده يعني، وعملت كمان سلطه خضراء مش انا اللي عملتها، ها، شاهد اللي عملتها. نديها حقها برضو، الست بتتعب معانا، قعدت في البلكونه
وجابت القطاع وقعدت تقريبا نص ساعة تعمل في طبقين سلطة. فربنا يعينها يا رب، بتتعب والله البت دي. حبيبتي والله قلبي وربنا. فهنا بقى ايه، نحط بقى الكفتة بتاعتنا والكباب كل حاجة في الطبق بتاعها كده. وزي ما انتم شايفين طبعا صينية الرز دي بقى ايه، بصي بقى انت لو بتجيبي الصينية دي كده من بره مش عايزة اقولك هتكلفك كام، يعني ايه الموضوع كبير. هشيل بس الخشب كده اللي هو الستيك اللي في الحاجات دي اللي انا هحطها على الرز بس. هنا بقى هوريكم الكفته ما شاء الله طريه ازاي ومستويه طبعا، واللحمه بس انا عايزه ايه يعني ايه، مش عارفه انا ماسكه التليفون بايد فمش عارفه اقطع. هنا بقى الكباب شايفين مستوي ازاي. وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبك بقى الفيديو اوعي تنسي اللايك والشير والسبسكرايب. واسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.